في أوقات كده في حياتك بتكتشف حقيقة بتوجع، حقيقة إنك بتجري مش من الناس لكن من الحب. بتهرب من الدفع عشان خايف من البرد اللي ممكن يجي وراه. بتهرب من الفرح عشان خايف من دموع النهاية. النهاردة هنتكلم عن الخوف اللي بنعيشه جوه قلوبنا، الخوف من الوقوع في الحب، الخوف اللي بيخلي الإنسان واقف على باب الحياة، شايف روعة الإحساس ودفء المشاعر وحاسس بالدفى، لكنه مش قادر يدخل. بيسأل نفسه: أآمن على قلبي وجازف ولا أحميه وأفضل بعيد؟ أنا إيمان هاش، وده بودكاست بين السطور. هنا الحكايات اللي بتتكلم والمشاعر اللي بتترسم في قلوب ما بتخافش من الحب، بالعكس دي بتجري عليه. وفي قلوب تانية كل ما الحب يقرب منها تهرب وتستخبي، تتقل وتحط حواليها أسوار عالية، أسوار مش من طوب لكن من الوجع، من خيبات، من الخيانات، من الذكريات اللي ما بتموتش. لكن يا ترى هل الخوف ده بيحمينا ولا هو سجن بنحبس فيه نفسنا بإيدينا؟ حكايتنا بتقول: أنا كنت شاطرة قوي في إني أبني سجون لنفسي، كنت بخاف أقرب، مش عشان بتوجع من الحب، لأ، علشان بتوجع من احتمال الحب اللي ممكن يجي ويكسرني. بخاف أدي قلبي لحد مش عشان ما يتسابش، لكن عشان قلبي لو اتساب مش هعرف أرجعه زي الأول. عشان كده اخترت العزلة، اخترت حياة كل حاجة فيها تحت سيطرتي، فيها الأبواب مقفولة والشبابيك متقفلة والصمت هو الصديق الوحيد. كان قلبي مجرد ذكرى المكان، كان مليان حب. أي حد كان بيهرب مني كنت بعتبره دليل على إن قراري صح، لكن في الحقيقة أنا كنت بزود على نفسي سجن تاني، والقيود اللي كنت فاكراها أمان كانت بتخنقني أكتر. علماء النفس بيقولوا إن الخوف من الحب ساعات بيبقى ليه جذور عميقة في الطفولة. يمكن بنت اتجرحت من أبوها، من أمها، من بيت مفكك، فتعلمت بدري إن القرب بيوجع. يمكن شاب دخل علاقة قبل كده وخرج منها مكسور، فقرر إنه يحمي نفسه من تكرار الألم ده تاني. العقل الباطن هنا بيتصرف كحارس، حارس فاكر إنه بيحمي صاحبه. بيبقى عندنا ارتباط اسمه ارتباط القلق، ده بيخلي الإنسان دايما خايف من فقدان الآخر فيفضل يهرب من البداية. الخوف هنا من الفقدان، زي ما قال فرويد، الإنسان بطبيعته بيهرب من الألم حتى لو على حساب السعادة. يعني أنت عشان خايف إن أنت تفقد الشخص اللي أنت بتحبه أو تمر بأزمة إن أنت تبعد عنه، فمن البداية كده بتريح نفسك وما بتدخلش في العلاقة ديت. وبيقولوا إن الخوف من الحب مش خوف من الآخر، هو خوف من مواجهة نفسنا في مراية الآخر، لكن الحقيقة هو بيبني حواليه سجن كبير وبيحرم قلبه من أجمل تجربة ممكن يعيشها. وبرضه شايفين إن الخوف من الحب بيبقى ليه أسبابه، منها صدمات قديمة ما اتعالجتش، خوف من الخيانة، فقدان الثقة في النفس أو حتى في الناس، أو أوقات كتيرة صور بتبقى مشوهة عن الحب اللي خدناها من أهلنا أو من أول تجربة فاشلة في الحب. كتير بنسمع تجارب من اللي حوالينا وللأسف بتأثر علينا تأثير سلبي، وللأسف بنبني جوانا إن الحب كله بالشكل ده. العقل الباطن بيعمل حاجة اسمها التجنب الدفاعي، يعني بيسيبنا نصدق إننا بخير وإن إحنا لوحدنا أفضل بكتير علشان ما نعيدش نفس الألم ده. لكن الحقيقة الوحدة اللي من غير وجع بتبقى برضو وجع، بس بصمت. الوجع ده ما بيجيش من فراغ، زي ما قال دكتور مصطفى محمود، قال إن الحب هو إنك تكشف نفسك للطرف التاني، والخوف هو إنك تستخبى. إحنا ما بنخافش من الحب، إحنا بنخاف من الحقيقة اللي الحب بيجبرنا نواجهها، حقيقة ضعفنا وعيوبنا اللي بنحاول نخبيها. يا ترى إيه اللي يوصل الناس دي إن هم يخافوا ويهربوا من الحب؟ ببساطة هو تمن التجربة. لما يكون الحب اللي عشته كان درس قاسي في الخذلان، ولما تكون عواطفك
هي اللي دفعت تمنها. طبيعي إنك تتخيل إن كل تجربة جديدة هتدفع فيها التمن ده أنت. يمكن كان في شخص قريب كسر ثقتك في نفسك. وقتها القلب بيبني حاجز، مش عشان يكرهه لكن عشان يحمي نفسه من وجع جديد ما قدرش يتحمله تاني. وهنا بقى بيجي دور أفلاطون اللي ربط الحب بالجمال، وقال لما بنهرب من الحب إحنا بنهرب من أجمل حقيقة في نفسنا، وهي قدرتنا على العطاء والاحتواء. بنهرب من نفسنا لما تكون محتاجة أكتر حاجة نديها لها. كل قيد بنحطه على قلبنا، كل باب بنقفله، هو مجرد دليل على صرخة روح بتتوجع بس لسه فيها أمل. حكايتنا التانية بتقول: أنا عمري ما كنت بفكر أحب، كنت شايفة إن الحب وجع وإنه ضعف. اتربيت على إن اللي يبين مشاعره بيتأذي، لحد ما ظهر في حياتي إنسان محاولش يهدم الأسوار اللي بنتها، لأ، هو قعد قصادها بهدوء وبنى جوه قلبي أمل صغير، أمل إن مش كل القصص بتنتهي بخسارة. الحكاية دي طلعت منها البطلة بابتسامة مش بجرح. وده بيخلينا نفكر، يمكن الخوف مش دايما صح، ويمكن كسر الأسوار أحيانا بيكون بداية جديدة. الدكتور مصطفى محمود كان شايف إن الحب مش مجرد عاطفة، لكنه كهرباء الحياة اللي من غيرها الإنسان يبقى جثة ماشية على الأرض. وكتب مرة إن الحب الحقيقي هو اللي بيحرر الإنسان، مش اللي بيقيده، وهو اللي يخليك أقوى مش أضعف. لكن كمان حذر من التعلق المرضي، وقال إن الإنسان لازم يفضل محتفظ بكيانه علشان الحب ما يتحولش لجرح مدمر. الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين اتكلم عن المحبة كطريق لمعرفة الله. قال إن حب البشر لبعضهم صورة صغيرة من الحب الأعظم، وإن القلب اللي يعرف يحب يقدر يعرف معنى القرب من الله. الغزالي كان شايف إن الخوف من الحب سببه إن الإنسان لسه ما دقش حلاوة الحب الصادق، لأن الحب الصادق بيقربك من الرحمة، من اللطف، ومن حقيقة وجودك. ابن حزم في كتابه طوق الحمامة وصف الحب إنه اتحاد الأرواح، وإنه رغم آلامه هو أرقى تجربة يعيشها الإنسان. كارل يونغ شاف إن الحب هو وسيلة الإنسان إنه يتكامل مع نفسه، لأنه بيشوف في الآخر الأجزاء اللي ناقصاه، يعني إحنا بنكمل بعض. إيريك فروم في كتابه فن الحب أكد إن الحب مش مجرد شعور، لكنه فن يحتاج ممارسة، صبر، وتعلم. والخوف من الحب هو في الحقيقة خوف من تحمل مسؤولية هذا الفن. السؤال اللي بيسأله أي قلب اتكسر قبل كده: هل ممكن أفتح قلبي تاني؟ هل أجرب تاني؟ علماء النفس بيشوفوا إني بس بحكمة. بيقولوا ادي لنفسك وقت للشفاء، افهم الدرس اللي فاتك، لكن ما تقفلش قلبك، لأن الحب اللي جاي ممكن يكون أصدق وأطهر من اللي راح. الحب مش عدوك، اللي خانك هو العدو. الحب مش وجع، اللي ما صنكش هو اللي وجعك. لو قلبك لسه بيخاف اديله فرصة يتعرف على قلب تاني نضيف، يمكن يعوضه، لأن اللي ما بيجربش بيموت حي حتى لو بيتنفس. الخوف من الحب مش بيمنع الوجع، هو بس بيمنع الفرح. اللي بيهرب من الحب عشان خايف يتأذي بيعيش بأمان نسبي، لكن في الآخر بيخسر المعنى. أما اللي بيجازف حتى لو اتوجع بيكون ده طعم الحياة بكل ألوانها. وهنا الحياة بتقول لنا: هتعيش وتتفرج بس، ولا هتدخل تلعب اللعبة رغم مخاطرها؟ في النهاية الخوف من الوقوع في الحب هو خوف من الحياة نفسها. الحب مش وعد إنك مش هتتأذي، لكنه وعد إنك هتدوق المعنى. مش هيحميك من الدموع، لكن هيديك ضحكة، هيديك ذكرى هتفضل موجودة في قلبك تساوي العمر كله. واللي يهرب من الحب يمكن يعيش عمره أطول، لكن عمره ما هيبقى مرتاح ولا مبسوط، لأنه حتى لو فشل في قصة الحب هيبقى معاه ذكريات هيفضل عايش عليها وعايش عشانها.
ما تخافوش من الحب، خافوا من قلب يفضل مقفول زي باب قديم خايف يفتح عشان النور يدخل. خافوا من حياة باردة من غير مشاعر، من غير دفى، من غير حب. ولازم تعرف إن كل قلب هو حكاية، حكاية ليها نهاية سعيدة. لو قررت إن النهاية دي تبقى بإيدك انت بس، ما تخافش من الحب، لكن خاف من حياتك اللي ما تعشتش. خاف من إن قلبك يبقى مجرد عضو ينبض بس، مش مصدر للحياة. انت مش مجرد جدار، انت روح تستحق إن هي تطير. على فكرة انت مش ضعيف، انت قوي. ممكن تدخل التجربة، ممكن تبقى سعيد. قصة حبك دي ملكك انت بس، ما تحكمش عليها من قصص الآخرين. لو وصلت لحد هنا ولسه بتسمعني، بين السطور في كل كلمة، في كل دمعة مستخبية، وفي كل خوف فيها قصة أمل مستنياك، واللي هيحكيها هو انت. وأتمنى ليكم إن انتوا تبقوا دايما سعداء، وأشوفكم على خير إن شاء الله. أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور.